يعني ايه كريدت كارد؟ بطاقة صغيرة ممكن تشتري بيها اي حاجة في اي وقت حتى لو معكش ولا جنيه. بس هل سألت نفسك هو ده تسهيل ولا فخ مدروس؟ ناس كتير بدأت بكارت وانتهت بديون، حياتهم باظت واتقلبت رأسا على عقب. كل ده علشان حاجة اسمها الشراء بالتقسيط. النهاردة هنعرف كل حاجة: ايه اصل الكريدت كارد، بتشتغل ازاي، انواعها، وازاي حرفيا ممكن تنهي حياتك. البطاقة دي مش جديدة. أول بطاقة كريدت ظهرت في أمريكا سنة 1950 تحت اسم الدينرز كلاب، وكان هدفها بسيط جدا: تشتري أكلك وتدفع آخر الشهر. بس شركات البنوك شافت الفكرة وقررت تكبر اللعبة. بقت وسيلة لكسب مليارات الدولارات سنويا من الفوائد والغرامات ورسوم التأخير. تحولت لأداة تحكم ناعمة في إيد البنك، بيسموها ديبت تراب أو فخ الديون. البنك بيقولك معاك 10,000 جنيه، اشتري بيهم اللي انت عايزه، وبعد 30 يوم لازم تدفعهم. ما دفعتش ندفع عنك وناخد فايدة. كل ما تتأخر الفايدة تكبر والدين يبلعك. يعني ببساطة فلوس مش بتاعتك زائد وقت زائد فوائد بيساوي فخ. أنواع الكريدت كارد كتيرة جدا، فيها العادية والسرية واللي محدش يعرفها. أولا الأنواع الكلاسيكية اللي الكل يعرفها: ستاندرد كريدت كارد، بدون مميزات، كارت عادي جدا. ريورد كارد، ده كارت تقدر تاخد نقاط أو هدايا مع كل شراء. كاش باك كارد، بيرجع لك نسبة من الفلوس اللي صرفتها. ترافل كريدت كارد، تجمع أميال طيران وسفر مجاني. ستودنت كريدت كارد، لطلبة الجامعات بحد ائتماني قليل. بيزنس كريدت كارد، لأصحاب الشركات والمشاريع. ودول 6 أنواع من الأنواع الكلاسيكية اللي الكل يعرفها. ثانيا الأنواع اللي مش كل الناس تعرفها، منها سكيورد كريدت كارد، كتف بتدفع له تأمين مقدم. تشارج كارد، لازم تدفع كامل المبلغ كل شهر، مفيش تقسيط. بالانس ترانسفير كارد، تنقل عليه ديونك من كروت تانية بس من غير فوايد أول كام شهر. يعني بمعنى أصح خداع نفسي. لو انترست كريدت كارد، فايدته قليلة جدا في الأول وبعدين تلسعك فجأة. ستور كريدت كارد، كارت بيشتغل في محل معين بس فايدته مجنونة حرفيا. ثالثا بقى الأنواع السرية، واللي هي ممكن نقول عليها للأثرياء فقط. أمريكان إكسبريس كونترين، اللي هو مشهور باسم البلاك كارد، الكارت الأسطوري، أغلى كارت في العالم، لازم تصرف ملايين سنويا عشان يدوك واحد. جي بي مورجان ريسيرف كارد، مصنوع من المعدن، للناس اللي حسابهم فوق 10 مليون دولار. دبي فيرست رويال ماستر كارد، متزين بذهب وألماس، مفيش حد يعرف شروطه بس اللي معاه بيتعامل كأنه أمير. ستراتوس ريورد فيزا وايت كارد، وزي ما مكتوب في اسمه وايت كارد، كارت أبيض لأصحاب الطيارات الخاصة، بيديك خصومات هايلة جدا على الوقود والطيارين. بس مقابل كده انت أصلا عشان تاخده بتدفع ملايين الدولارات. دي مش كروت، دي عضويات في نادي نخبة، معاها سلطة وسفر وخدمات خاصة، بس كمان معاها أكبر فخ مديونية ممكن تتخيله. الكريدت كارد ممكن ينهي حياتك ازاي؟ ممكن ينهيها بإغراء الإنفاق والفوائد التراكمية والغرامات ورسوم التأخير وتأثير نفسي مدمر، بيخليك تحس بالذنب أو القلق أو التوتر. كل ده بيخليك تصرف أكتر. وحاجة كمان، وهي الدخول في دوامة بطاقات تانية. ناس كتير تاخد كارت جديد تسدد بيه كارت قديم، وتدخل في دوامة سامة اسمها ديبت سايكل، بحيث ان انت عشان تسد الديون اللي عليك في الكارت القديم تروح تشتري كارت جديد من مكان تاني، وحتى من نفس المكان عشان تسدد القديم، وبالتالي بيقع عليك ديون في الكارت التاني، وكذلك لحد ما تتسجن. وهديك أمثلة واقعية لو حابب تفهم أكتر. شاب اشترى موبايل بكريدت كارد، انتهى ب5 بطاقات وسجن بسبب شيكات رجعة. بنت استخدمت الكارت للسفر واتسجنت لما سابت الديون تتراكم.
الخلاصة الكريدت كارد مش شر، لكنه زي السكينة في ايد الجاهل، يعني جريمة. لو فاهم استخدمه بحكمة، لو طماع استنى مصيبتك جاية اهي. لو مش قادر تسدد او مش منظم بلاش تقرب منه اصلا. وبس كده. سلام.